الناصري. غرفة الملح الأولى من نوعها اللي موجودة بالوسط العربي. احنا بغرفة الملح ممكن الواحد يعمل كتير اشياء. اول اشي للأطفال في عنا زاوية ألعاب مع رسم وتلوين اللي ممكن يقضوا وقت فيها، وكمان طبعا ممكن اي طفل او اي حدا كبير يجيب معه اي لعبة او اي كتاب او اي اشي اللي هو ممكن يسليه، مثل لابتوب ومثل ايباد. اليوم الايفونات احنا عندنا واي فاي هون بالمحل كله وبالغرفة كمان، ف 50 دقيقة يعني بمرقوا بسهولة تصفح جريدة، مجلة، كتاب أو أي شيء تاني. ممنوع يفوت غرفة الملح أي طفل تحت ال4 أشهر أو امرأة حبلى، غير هيك أي إنسان بيقدر يفوت على غرفة الملح إذا ما بتفيد ما بتضر. أي إنسان اللي كمان ما في عنده مشاكل صحية ممكن يفوت على غرفة الملح، وغرفة الملح تفيده. بخصوص الأطفال من تحت جيل 4 أشهر والأميات الحبالة، لأنه ما في أبحاث اللي بتثبت إنها ما بتعملهن إشي، مش لأنه في أبحاث بتثبت إنه عملت إشي. فعشان يعني الواحد يكون على الناحية المضمونة إحنا ما بنقبل نفوت لا طفل تحت ال4 أشهر ولا امرأة حامل. هو انه الواحد يعملها مش بالمواسم اللي فيها مشاكل، عشان يحضر حاله للمواسم اللي فيها مشاكل. غرفة الملح لأي إنسان اللي ما في عنده مشكلة مزمنة في عندها عدة مزايا. الأول إنه هو بنظف جهاز التنفس، وبما إنه إحنا عايشين ببيئة متلوثة جدا فأي إنسان ممكن يفيده. بخصوص الإشي الثاني إنه هي عمليا بتقوي جهاز المناعة، لأنه الملح كل الاشي اللي بيصير هون انه في عنا ماكينه اللي محطوطه بغرفه الملح اللي هي بتطحن الملح وبترشه. عمليه طحن الملح من ناحيه فيزيائيه بتعمل ايونات سالبه، الايونات السالبه معروف طبيا انه هي بتقوي جهاز المناعه. فاي انسان بفوت على غرفه الملح بيشتغل على تقويه جهاز المناعه. الاشهر اللي هي بتسبب المشاكل الاساسيه هي اشهر متعدده ومختلفة. الناس اللي عندهن أزمة الرطوبة العالية بتضايقهن، وبنفس الوقت النشوفة العالية اللي هي عمليا وقت الخريف لما الطقس كتير ناشف بصير في أحن ناشفة. الرطوبة العالية لأنها بتساعد على إنه كل الأوساخ اللي موجودة بالجهاز التنفس تلبط أكتر. إحنا عم نحكي عن بلغم، عن مخاط، عن شغلات الرطوبة بتخليها تلبط أكتر. من ناحية الإشي الثاني هو فصل الربيع، فصل الحساسيات اللي معروف إنه أي بني آدم اللي عنده حساسية بتزهير الورود وكل الأزهار والغبرة اللي موجودة بتعمل حساسية. فعمليا الشهر اللي مناسب جدا إنه الواحد يبدأ يحضر حاله هو الصيف، وهو الشهر الوحيد اللي ما فيه مشاكل. مع إنه أغلب الناس بتفتن على غرفة الملح لما في عندها مشاكل، وطبعا هذا إشي بيزيد وبيفيد وبيساعد على إنه البني آدم أول إشي يتغلب على المشكلة اللي موجودة بشكل أسرع، وإنه يرتاح بشكل أسرع. الميجن اللي عمليا بتعمل كل الشغل هي عملية طريقة الجهاز اسمها هالو ثيرابي، وهذا الهالو ثيرابي ماشين اسمه. مكون من مطحنة للملح ومن هواي اللي هي موجودة هنا. احنا بنعبي الملح من هنا بهذا زي محقان، وبفوت على الجهاز من جوا، بنزل بقلب الماسورة. هاي هون في ماسورة صغيرة بعرف مبينة. الملح بنطحن من هنا بندفش لفوق، ومن هذا الخزق عمليا بيطلع لبرا، والهواي هاي بتدفشه على قلب الغرفة. طريقة كمية الملح وطريقة قديش يندفش لبرا وكل هاي المركبات في عنا هون موجود. كل الإحداثيات كيف نركبها على كم من قديش الوقت، قديش جيل المتعالج، قديش عمره، قديش النسبة تبعت الملح اللي بنطحن تنراش، وقديش ينطحن عمليا من ناحية جزيئاته، قديش يكون كبير وقديش يكون صغير. وبنفس الوقت في عنا هون إمكانية إنه نشوف العلاج وين بتقدم. في النقطة الحمراء هاي بتفرجينا لوين العلاج وصل. للأطفال العلاج هو 40 دقيقة، للكبار هي 50 دقيقة. بعد ال40 دقيقة عمليا للأطفال نص ساعة و10 دقائق فينتا اللي بآخر العلاج
موجودة بطرف الغرفة الأقصى هناك، تسحب كل الأوساخ وكل الجراثيم وكل الهواء من الغرفة لبرا. للكبار بعد 40 دقيقة بتبدأ عملية الفنتا، بس الإنسان بحاجة يضل 10 دقائق زيادة لأنه بضل في ملح بالغرفة اللي هو بقدر يتنفس.